من الوصفات الرمضانية اللي كنحضروا بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بكل خير يا رب. كنحضروا لي سيجار او البريوات، اي نوع مملحات او كذلك المعسلات كيجيو مقرمشين وزوينين. سمعي لي هاد التقرميشه في هاد لي سيجار اللي غادي نشارك معكم. كيجيو لذاذ خفاف اقتصاديين وزوينين بزاف. يعني سجلي عندك هاد الوصفه وخليها عندك، لان ان شاء الله غادي تحتاجي لها اذا اراد الله. الوصفه ببقايا او الماكله اللي كتشيط لينا كنحاول ان نجددوها ونصوبوا منها ونحضروا منها وصفات كيف هذا اللي حضرت انا، كيف هاد لي سيجار. هنا كنت حضرت وجبه وشاط لي شويه الخضره، شاط لي الرز بيض يعني ما فيه حتى شي حاجه، والبطاطا وشويه الحوت، جمعتهم كاملين وضفت عليهم بصله مشحره، يعني شحرتها مع شويه الملحه والزيت وضفت عليهم، وضفت شويه كاشير ممكن تستغني عليه اللي ما عندكش، او المرتديله يعني اللي كاين. ممكن تضيفي زيت هذاك الزيتون يعني تقطعيه حتى هو وتضيفيه، يعني اي حاجه شط عندك ممكن تجي في لي سيجار او الفبريوات يعني تصلح كحشوه ممكن تستعمليها. كنزيد عليها واحد كميه ديال القزبر ومعدنوس، وكنعصر عليهم نص حامضه. والتتبيله اللي كنضيف هنا ضفت التتبيله ديال السمك اللي غادي نحاول نشاركها معكم، لاني حضرتها وغادي نشاركها ان شاء الله معكم بشي فيديو. وكندير البابريكا حاره اختياريه كتبقى بحسب الذوق والاختيار. وما نساوش كذلك زيت الزيتون يعني زيت البلديه زيت العود ضروري حتى ما كنضيفها. يعني كتبقاي تضيفي اي مكون تعجبك، تقدر تضيفي الزعتر وبطبيعه الحال كتقادي القياس ديال الملحه، تقدر تضيفي الفرماج يعني اللي بغيتي. هكا الحشوه عندي اصبحت جاهزه، غادي نعمر بها لي سيجار. بالنسبه للورقه اللي استعملت، تستعملي اي نوع ورقه معتمد عندك. انا هنا استعملت الورقه الصينيه، الا توفرت عندك الفيلو حتى هي كتصلح حتى هي كتجي مزيانه. كتبقى فقط في طريقه الطهي اللي كتختلف. انا هنا قطعتهم على شكل مثلثات، اللي غبغيت ندير لي سيجار شويه يكونوا طوال. غادي ندهن هذوك المثلثات بالفرماج، يكون يعني اختاري اي نوع فرماج يكون شويه مالح باش كيلذذ لينا هذيك العماره. العماره كتلصق يعني الحشو كيلصق في الورقه. صافي غادي ندير هذيك الحشو ديالي غنعمرو كيف ما تيبان لكم. في مكان ديال الروز تقدري تستغني على الروز الا ديري بلاصه الشعريه الصينيه يعني العادي اللي كنعرفو دائما. انا كنفضل الروز على الشعريه الصينيه. صافي غادي نقاد هذاك الحشو ديالي وغادي نضيف موتزاريلا. ممكن تضيفي اي فرماج عندك كيف ما يمكن لك انك تستغني عليه، يعني ماشي ضروري في الوصفه. صافي كنجمع هذوك الجنيبات يعني طريقه لي سيجار العاديه. غادي نجمعهم بهذه الطريقه. كما لاحظتوا الورقه انا ما درتهاش بزاف، كتبقى بطبقه رقيقه. صافي غادي نلف عليها بشكل حربول وغادي نجمعها. يمكن لك انك هذا الحشو تستخدميه في يعني على شكل بريوات، يعني كيبقى لك الاختيار تشكلي كيف ما بغيتي. صافي كنلف هذاك المثلث بهذه الطريقه حتى كنحصل على سيجار كما تيبان لكم. صافي غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للدهن ممكن تستغني على الفرماج الا المالح اللي ما عندكش، وديري في بلاصه مثلا اللي عندك المطار تا هو كيجي مزيان، يعني اي حاجه تبني لك الحشو وكذلك الورقه. ما كاينش تقدري تستغني. صافي هنا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه لطريقه الطهي هنا كيختلف. انا بالنسبه لي انا ملي كنستعمل هذه الورقه الصينيه كنفضل اني نقليهم. اولا ندوزهم في سلطه بيضاء اللي بالدقيق والماء، وكندوزهم اما كدوزين في لاشابليغ او لا في الورقه اللي كتكون شاطت لك، يعني الورقه اي نوع ورقه شاطت كتكون مكسره مقطعه. كنعاود نطحنها وكنضيف لها شويه البزار او البابريكا وكنخدم بها. كنفند فيها كما تنقولوا تنفند فيها يعني تنوضع فيها هذوك لي سيجار بعد ما وضعتهم في هذيك السلطه بيضاء.
الا كنتي غادي تستعملي الورقه ديال البسطيله المعروفه ديالنا ديال المغرب، هذيك ما غاديش تحتاج هادشي كامل، فقط انك ما غادي تحتاج صلصه بيضاء. يعني يفضل ويستحسن انك دوزيها في البيض، ومن بعد دوزيها اما في لاشابليغ او لا في هاد الخلطه ديال الورقه اللي حضرت، كطحنيها وكدوزيها فيها حتى هي كتجي زوينه. هي في الحقيقه خلاص الورقه ديال البسطيله المغربيه اللي معروفه ان كيف ما درتي لها كتجي لذيذه وكتجي خفيفه وكتجي زوينه، سواء في الفران طيبتيها في الفران او لا قليتيها كتجي مزيانه. فقط اضافه ممكن نضيفها ان الا بغيتي ديك الخلطه اللي غدوزي فيها هاد لي سيجار تكون لذيذه وبنينه، حاولي تطحني معها شويه ديال الشيبس اللي تكونوا مالحين باش تبني لنا الورقه. صافي هنا بعد ما حضرتهم غادي نديرهم في الزيت، نقليهم في الزيت اللي حاميه، كتكون حاميه، وكنعملهم على نار متوسطه ماشي قويه باش تخلي لي الوقت، باش نعطيها الوقت ان الورقه طيب مزيان. هادنا الورقه في القلي كتجي احسن من الطهي في الفرن. في الفرن كتجي شويه قصحه، انما في القلي كتجي احسن. صافي انا غادي نكمل القلي ديال هاد السيجار ديالي كاملين، وغادي نخليهم يتسقطروا من الزيت، الفائض ديال الزيت على ورق المطبخ او لا في شي صفايه حتى كتسقطروا تماما، ومن بعد تنقدمهم. السيجار ديالي بعد ما وجدوا هذا هو الشكل ديالهم، والتقرميشه اللي فيهم رائعه زوينه بزاف. نتمنى الوصفات تعجبكم ونتمنى انكم تجربوها، وانا متاكده واكيده انكم ان شاء الله الا جربتوها غادي تعتمدوها. فقط ببقايا الماكله اللي كتشيط لينا شويه نعاودوا نجددوها يعني، ونحاولوا نعطيوها نكهه اخرى وشكل جديد. نتمنى الوصفه تعجبكم. دمتم في امان الله، ومع السلامه.